جدا بوجودي النهارده. بجد شكرا على الدعوه الكريمه. شكرا للدكتور منى، دكتور عمرو، دكتور زعيد، بجد على التعب والمجهود الكبير اللي هم طبعا بذلوه في ترتيب الامور كلها هنا في المؤتمر. وشكرا انهم حرمونا النهارده من البحر بصراحه يعني. ان شاء الله كده يا رب يكون في تغيير. كلام بجد الاساتذه كلهم قالوا بجد كلام رائع جدا. فكره التغيير هي مش بتكون بالفرد لوحده، هي احنا لازم كلنا نتكاتف. على الاقل لو مش تقدر تكون ايجابي وتساعد اللي حواليك، بس خلاص ابعد. يعني انسحب من حياتك بدل ما تبقى انسان سلبي مش ايجابي، مش بتغير حاجه، خلاص انسحب افضل يعني. انا دعاء سعد، استشاري اسري ونفسي. تمام. هي مش محاضره ولا اي حاجه خالص، هي مجرد رساله. انا الحمد لله اسست اكاديميه لتدريب الفروسيه بصفه عامه، ومركزين اكتر على فكره تاهيل وتدريب. بنسميها ابطالنا من ذوي القدرات الخاصه، مش بنسميهم ذوي الاحتياجات الخاصه، انا بسميهم ذوي القدرات الخاصه. فالفكره ان احنا بنقوم بتدريب الابطال بتدريبات بشكل معين على الحصان. طبعا دكتور عمرو هيكون يعني الكلام ده بالنسبه له واضح جدا لان هو في العلاج الطبيعي. فاحنا بنستقبل كل الحالات اللي عندها اعاقه، بنسميها بقى اعاقه يعني خلل في الحركه، او مشاكل حسيه او مشاكل عصبيه في ابطال بتتحول لينا من مراكز العيادات النفسيه. ابطال عندهم مشاكل فقرات الظهر. كل الحاجات دي بنستقبلها الحمد لله عندنا في المؤسسه بتاعتنا او في الاكاديميه بتاعتنا. حابه نقول ان رياضه الفروسيه من امتع الرياضات. رياضه الفروسيه توصى بيها في ديننا سيدنا عمر رضي الله عنه: علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. الخيل معقود بنواصي الخير الى يوم الدين. فالدور اللي احنا بنقوم بيه بالنسبه للاكاديميه عندنا ان احنا بنقوم بدور داعم للاسر اللي عندها ابطال من ذوي القدرات